هنعمل مع بعض النهاردة بقى حاجة جميلة وعسولة قوي بمناسبة راس السنة ان شاء الله، ونقدر نقدمها في عشاء في فطار. في اعياد الميلاد هنعمل كنبهات جميلة جدا. هنبدأ اول حاجة بالبنجر. انا عملت جبت حوالي بنجراية وسط كده. سلقتها، حطيتها في ميه مغلية الاول لحد ما القشرة بتاعتها لانت، قشرتها وبعد كده سلقتها وخدتها فرمتها. معايا بيضة، عليه شوية فلفل اسمر، معايا معلقة كبيرة من الزيت، شوية ملح صغيرين، ومعايا كمان نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ومعانا 3 معالق من الدقيق كبار مليانين. بحط انا البنجر مع البيض في الكبة او في الخلاط زي ما انتوا عايزين يعني. بتحطوهم مع بعض وتبدأوا تضربوهم مع بعض كويس قوي لحد ما يمتزجوا والبنجر بتاعنا ينعم خالص. ولازم رشة الفلفل الاسمر يا جماعة عشان الزفارة بتاعة البيض. بضربهم زي ما قلت لكم في الكبة، وبعد كده هنزل عليهم ببقية المكونات بتاعتي اللي هي الدقيق والبيكنج باودر ورشة الملح معلقة الزيت. بنزل بكل الحاجات دي في الكبة او في الخلاط وببدأ اضربهم مع بعض، وما ينفعش نضربهم كتير، ضربتين 3 وكفاية. بجيب صينية تكون مستطيلة، بدهنها بفرشها بورق الزبدة مع دهنة زيت صغيرة، وبنزل فيها بالخليط بتاعنا وبفرده كويس، حاجة شبه السويس رول شوية. بنفرده كويس في الصينية وبعد كده بدخله الفرن. بسيبه في الفرن يا جماعة في حدود 10 دقايق 12 دقيقة بالكتير لحد ما ادخل الخلة والاقيه استوى، نفس تسوية السويس رول بالظبط. انا بحضر ايه بقى علشان احشي. عندي شوية حشوات. جبنة كريمي دي اساسي، بحتاج خيار مخلل، ممكن احتاج بسطرمة، احتاج سوسيس، كذا اي حشو موجود عندك. بصوا بقى، انا عشان وقت الفيديو ما طولش عليكم كنت عملت رول بالجزر ورول بالشبت بنفس الفكرة مع اختلافات بسيطة، هكتبها لكم ان شاء الله في الديسكريبشن بوكس. دلوقتي انا جبت الرول بتاعي، حطيته قدامي اهو، وبدأت احط عليه طبقة حلوة كده من الجبنة الكريمي. بفردها كويس قوي، وخلوا بالكم لازم تدوها جبنة كريمي حلو علشان هي دي اللي بتمسك الرول مع بعض. طبعا اكيد اكيد الفكرة وصلتكم ان شاء الله. فزي ما انتوا شايفين كده انا دهنت الجبنة الكريمي، وبعد كده هحط بقى اي حشوة انا حباها. انا هحشي دي بالبسطرمة، قطعة من البسطرمة ببتدي اوزعها. انا عايزه اقول لكم انها حلوه قوي وجميله، وكمان ممكن تعملوها للولاد في اللانش بوكس، مغذيه وبتقدروا تحشوها اي حاجه هياكلوها ان شاء الله، والعجينه نفسها مغذيه. انا لقيت ان انا مش هحط اي حاجه بخلاف البسطرمه، طبعا مليانه توابل وملحها حلو، فمش محتاجه ان انا اطعمها بحاجه تانية. اهو شايفين ببتدي الفه زي السويس رول بالظبط. بعد كده هغلفه الطرف، كمان بديله شوية من الجبنة الكريمة عشان يلزق كويس قوي ما يفكش معايا اثناء التقطيع. بعد كده بلفه في بلاستيك، ممكن ستريتش راب او اي بلاستيك موجود عندك هتلفيه فيه. ممكن نفتح كيس عادي، كيس تلاجة عادي خالص. بعد كده بلفه كمان مرة في الفويل عشان احكمه قوي، بيبقى زي البونبوناية كده. دي اللي هي بالشبت، حطيت في العجينة شبت. اي اختلافات يا جماعة انا هكتبها لكم زي ما قلت في الديسكريبشن بوكس. وحتى وانتي بتطلعيها لو اتقطعت معاكي او اي حاجة مفيش مشكلة خالص، مفيش منها اي مشاكل، هي هتتلف طبقات جوه بعضها، فكل ده مش هيبان اصلا. ولو في جزء مش متساوي احنا اصلا لما بنيجي نقطعها لترانشات هنظبط الكلام ده. دي بقى انا حطيت فيها جبنة كريمي، حسيت كده ان ممكن احط معاها كزبرة خضرة، وحطيت معاها ترانشات زيتون اخضر. الحشوة بتاعتكم انتوا، يعني انتوا ليكم مطلق الحرية تحشوا اي حاجة انتوا حابينها.
بلفها برضو اهي. ونفس اللي عملته في رول الجزر عملته في البنجر وفي الشبت. على فكرة ممكن تستبدلوا الشبت بالسبانخ. هنا اهي بعد ما حطيتهم في التلاجة وقطعتهم وقدمتهم. يلا جربوهم، وكل سنة وانتوا طيبين، وربنا يجعله عام سعيد علينا جميعا يا رب.